كيكة التفاح الألمانية الشهيرة، الكيكة اللي مجننة الناس ومكسرة الدنيا. الوصفة الأصلية ودقايق وتكون جاهزة معاكم. هنحتاج تفاحة ونص تقريبا. هنقشر التفاح ونقطعه مكعبات صغننة كده ونحط في مية ونعصر عليه عصرة ليمونة ونحطه على جنب علشان ما يسودش. وقبل ما نبتدي في الكيكة معايا كوباية الا ربع من الحليب، بحط عليه معلقة من الخل واسيبه على جنب يتروب على ما اجهز الكيكة. هنحتاج 4 بيضات. هننزل ورا البيض بالفانيليا، كوباية من السكر. نضرب كل حاجه مع بعضها بالمضرب الكهربائي، ممكن تستخدموا الخلاط عادي. نضرب بقى لحد لما السكر يدوب ولونه يفتح زي ما انتم شايفين كده. كوبايه الا ربع من الزيت، ونحط بقى اللبن الرايب او اللبن اللي احنا حاطين عليه خل، كوبايه الا ربع برضه. نضرب ضربه كده بالخلاط، وهننخل عليهم كوبايتين من الدقيق، نص معلقه صغيره من الملح، وهنحتاج باكت من كيك شيف. نرجع نضرب تاني بالمضرب الكهربائي، نخلط كويس لحد لما القوام يبقى زي ما انتم شايفين كده. الكيك شيف لما بيتخلط بالمضرب بيطلع النتيجه ممتازه على فكره. ده القوام المطلوب. قالب بقى مقاس 22 لمقاس 24. حطيت فيه ورقه زبده، ممكن دهنه زيت وتبدروه بالدقيق كده، وحط نص كميه الخليط بتاع الكيكه. ومعايا كوبايه من الجوز، ومش لازم جوز، ممكن اي مكسرات تانية عندكم، سوداني بقى، فستق، عين جمل، كاجو، اي حاجه عندكم. كسرها بالسكينه كده. نحط عليها ربع كوبايه من الدقيق، نص كوبايه من السكر البني، معلقتين صغيرين من القرفه، نص معلقه صغيره من الملح، وربع كوبايه من الزبده السايحه. ممكن سمنه على فكره لو مفيش زبده. نفرك بقى كل الحاجات دي مع بعضها. الطبقه دي اسمها ستروسل، او الكيكه دي اسمها ابل ستروسل كيك. والطبقه دي كده طبقه مقرمشه من فوق كده، وميكس رهيب. نشف التفاح كويس، ما نحطوش بالميه بتاعته. نحط بقى نص كميه التفاح، ونحط بقى كده ايه معلقتين 3 من الستروسل بتاعنا، ونرجع نحط بقيه كميه الكيكه نص التاني، ونحط برده التفاح، ونحط برده من الخليط بتاعنا على الوش كده من فوق، نظبطه كده، وهو بيبقى طبقه مقرمشه كده من فوق. مش عايزه اقول لكم الطبقه دي بتنقل الكيكه في حته تانية خالص. بندخلها فرن سخن على درجه حراره 180 في نص الفرن، والفرن متولع من تحت. بنسيبها 40 دقيقه، وبعد 40 دقيقه بنهدي الحراره ل 170 ونسيبها كمان 10 دقائق، وكده الكيكه بتكون جاهزه معانا. اول ما تطلع بنحط عليها من فوق كده ايه صوص كراميل، صوص شوكولاته، مش لازم صوص خالص، عادي مفيش مشكله. شايفين الجمال؟ شايفين بقى الكيكه مسامها ضيقه ومظبوطه ومش معجنه ازاي؟ هشه ونفشه ولونها فاتح ومفيش فيها اي فراغات، تجنن. الريحه بقى ما اقولكوش. بص ريحه الشتاء دي، ريحه الشتاء، ريحه القرفه مع التفاح، ميكس رهيب ياكل اي حد. الكيكه طريه جدا. الطبقه اللي فوق دي بقى مش عايزه اقول لكم بتدي طعم مع الكيك يجنن. عاوزه اقول لكم كمان ان الكيكه دي هتفضل معاكم طازه لفتره طويله حتى لو ما حطيتوهاش في التلاجة، بجد تجنن. جربوها ولي رايكم فيها.